عم تشوفوا اللي انا عم شوفه؟ بلش يحكني وشي. هيا حلوين، كيفكن؟ شو اخباركن؟ ان شاء الله اموركن تمام. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد، سلسله اللي انتم كتير حبيتوها، يلي هي بنتبع خطوات تكنيك مجنونه لتطبيق الميك اب. لقيت فيديو هحط لكم اياه هون. هيدي البنت عم تعمل خطوات كتير اكستريم بتطبيق الميك اب، يعني والكميات كتير اوفر، بس somehow بالاخر بيطلع كتير حلو وكتير مرتب. قلت ليش لا ما نجرب هاي التكنيك مع بعض ونشوف اذا عن جد تنجح ولا بس عم يضحكوا علينا بالفيديو. اذا عجبتكم الفكرة ما تنسوا انكم تعملوا سبسكرايب واللايك والكومنت، وبلا ما اطول الانترو خلونا نبلش الفيديو. اول شي قولي شو رايكم بالغرة؟ قصيت غرة، شو رايكم؟ كيوت. طبعا اول شي حبلش فيه بخطوات فيديو اليوم اني احط كتير سيروم تنقدر انه ندمج الكميات الهائلة اللي بدنا نحط بعد شوي. اكتبولي بالكومنتس من هلا اذا انتو شايفين انه الهاك او الخطوات حتنجح ولا لا. وطبعا يا حلوين اول شي حنبلش فيه بفيديو اليوم هو الطبقة السميكة الكثيفة تبعية الفاونديشن. يعني عادي اني اخلص الفاونديشن تبعي من هود بيوتي اليوم، وانا حدا يعني اصلا ما بحط فاونديشن، بحب احط بس كونسيلر. الله يسامحني على بشرتي عن جد. كله بيهون فداكن. اعملوا سبسكرايب. ومثل ما ملاحظين انا ما حاستعمل اي بيوتي بلندر، حاستعمل كانه كتير ابيض هذا الفاونديشن. anyway هخليني بس على البراش كرمال ما اقلل كمية الفاونديشن. اذا عم تسمعوا اصوات ففي عنا عم يزبطوا شي بالكيتشن، فكرمال هيك في اصوات برانية. صرت شبح عن جد، صرت شبح. يمكن الفاونديشن كتير فاتح علي. اكيد هذا مش كافي، حنزيد نحط من الستيك فاونديشن، هاد شوي اغمق طيب يزبط لنا اللون. تخيلوا وهي ما حتى برايمر لو ولا شي بالفيديو، يعني دايركت على الفاونديشن. بطل عندي ملامح، هي ارسم ملامح جديدة. هلا صار لون احسن. ليكو شوفي مسحتهم، شو بدكم اكتر من هيك؟ وهلا اجى وقت الكونسيلر، كانه اصلا في شيء نعمل له كونسيل. ملامح ما بقى عنا. حناخد الكونسيلر الكتير فاتح اند واو كتير فاتح، مثلث برمودا. هيك هيك. عم حاول اني اكون دقيقة. تخيلوا اخر شي يطلع حلو، حنصدم صدمة حياتي. اوكي اوكي. عندها علاقة كتير وطيدة مع المثلثات، كل شي مثلث. اوكي لحظة ادراك طلعت حالي بالمراية. تخيلوا هون كان حتى عشفافة، وتشي شي كتير غريب، على اساس الاشي اللي عملناه مش غريبة. شفتوا كمية التركيز اللي انا فيه؟ سوبر مركزة صراحة. خلصنا كونسيلر، وقت الكونتور يلي انا راعبني. الكونتور مرعب، بدي برش كبيرة. كيف بده يندمج هيدا الشي؟ كيف؟
جايز ما في مجال الشي اللي عملناه يندمج. no way. واو. بلش يحكني وشي. هيدا ميك اب مسح الملامح. وقت البلاش. بلاش تايم. بلاش لون غامق هيك وهيك. وبعدين لون بينك فاقع. عم تشوفوا اللي انا عم شوفه؟ بهيك يا حلوين نكون خلصنا مرحلة تطبيق التكنيك. هلأ وقت الدمج. ما بعرف كيف حيصير الموضوع. ما فرجتنا هيك كيف عملية الدمج، فأنا حبلش أدمج صراحة بالبراش. تشوف إذا أنا أشك أصلا إنه في شي حيندمج مع هالكميات الهائلة، بس خلونا نجرب. يعني هيدا تكنيك سوبر فاشلة. شو هيدا؟ ما في شي عم يندمج، بس عم يصير مبرقع. حبكي. لا no way يندمج، والله no way يندمج. حاول اني ادمج الفواتح بسبانج شوي تقلل من كمية البرودكت، انه ما حيندمج معنا البرودكت. كونوا اكيدين. انا كان عندي 1% امل انه الموضوع ينجح، بس الصراحة حتى ال 1% راحت هلا. واكيد هيدي ورا هيدا التوتوريال على الكب، لانه ليكم كلها كونتور. الميك اب الارتست انوه اللي عملنا مثل الميك اب توتوريال تبعها اروق واسهل بكتير من الشي اللي عم يصير هلا. ايدي تعبت، وهيدي اكيد للكب صارت. جايز ما في ادمج اكتر من هيك. ما ححط باودر، لانه ححط باودر وحثبت شو. او ماي جاد، هيدا الهاك بالنسبه لي فاشل، ابدا ما نجح، وكميات كتيره اكيد ما حتقدر انه تندمج معنا، لانه 3/4 نشف already. فانا بالنسبه لي هيدا الهاك للاسف ما نجح، كان بودي ينجح. اكتبوا لي انتم بالكومنت شو رايكم بتكنيك اليوم، وهل انا عملت شي غلط خلى الهاك او التكنيك ما تنجح. اكتبوا لي كمان بالكومنت. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك وسبسكرايب، وابعتولي على منصات التواصل الاجتماعي التاني فيديوهات تكنيكس جديدة مجنونة بدكن يانا نجربها بالفيديو الجاي. انا كتير بحبكم، واكيد بشوفكم بالنكست فيديو. باي جايز. خلوني روح مسح هالشي.